اهلا بيكم في كل مكان. النهارده هنعمل الفراخ المخليه في الصينيه على البوتاجاز. فراخ سهله بسيطه. معايا المكونات هنقولها: بصلتين وطماطمتين هنضربهم في الخلاط ونحط عليهم كوبايه ميه علشان تسهل ضرب الطماطم والبصل. هنضربهم في الخلاط. في الوقت ده معايا فرخه مخليه، انا جايباها مخليه. انت عايزه تجيبيها فرخه سليمه وتخليها انت في البيت مفيش مشكله. الفرخه المخليه دي انا غسلاها ومنضفاها حلو، وهحط لها فلفل اسود وملح، وهخبط عليها بقى فيها كده. ادخل الفلفل الاسود والملح في الانسجه بتاعتها كلها. هي ما فيهاش عظم، فهي سهله انك انت تدخلي فيها الفلفل الاسود والملح في الانسجه بتاعتها كلها. معايا التتبيله بتاعتي: الطماطم والبصل هحطهم عليها، هتبات ليله في التلاجة. طب انا مستعجله، مش مشكله، خليها ساعتين 2 بس. المهم انها تغيب فتره علشان تشرب من التتبيله دي ويبقى طعمها حلو وريحتها حلو. خلاص خلصت كده، ومن الجهه دي ومن الجهه دي، وقلبتيها في التتبيله والفلفل الاسود والملح. هغطيها بستريتش او بكيس وهسيبها في التلاجة لتاني يوم. في الوقت ده معايا الخضار: البصل ببعته صحيح سليم، وطماطم، ومعايا البطاطس. لو انت بطاطسية عايزة تقطعيها، فيه كوسة، اي حاجة، اي خضار عايزة تحطيه معاه، فلفل اخضر، فلفل احمر. ومعايا الصينية سخنتها جامد على النار، كانت سخنة جدا على النار، وحطيت فيها شوية زيت. عندك زبدة حطي، في سمنة حطي، اي حاجة. هي الزبدة بتخلي ريحتها جميلة وطعمها جميل، والسمنة البلدي. خدت الصدمة وقمت حاطة البصل صحيح هو والطماطم، بس بيبقوا متوسطين الحجم، مش مش بصل وطماطم كبير. ومعايا توم برضو صحيح، معايا فلفل احمر، فلفل اخضر، ولا ورق لورا، حبهان، كل اللي انت عايزه تحطيه عليها حطيه، مش فيهاش اي مشكله. بيزيد من طعمتها وهتعرفي تاكلي بيه. هتاكلها بعيش برز زي ما انت عايز. هي هتاخد الصدمه، وهي ما بتزودهاش ميه. هي بتنزل ميتها، والخضار بينزل ميته وبتنزل دهونها، بس انت غطيها علشان ما تغيبش في السوى. ويا ريت ما تجيبهاش فرخه كبيره. معايا التتبيله اللي كنت متبله فيها الفراخ من بالليل، هحطها هي كمان برضو عليها، كل شويه احطها فيها كده. عندك فلفل اخضر ماشي، اي حاجه. وسبتيها بقى فتره، وقومي قلبيها تاني، يعني نص تسويه كده، وقومي قلبها للجهه التانيه عشان تستوي هي كمان. وخلاص هي ديت اللي احنا عملناه. هتبدأي بقى ايه، هتستوي، هتحط لها شويه، ترش لها شويه فلفل اسمر برضو عليها، وشويه ملح بوصات برضو، وتسيبيها على النار. يعني انت ممكن برضو وهي بتستوي كده، قبل ما تستوي ب10 دقايق تحطها في الفرن، تاخد لون وريحه من الفرن ماشي. عندكيش فرن، هتكملي سواها على البوتاجاز زي ما هي. وهي دي كانت اكلتنا النهارده، واشوفكم في فيديو جديد، ويا ريت تجربوها.